تعرض نادي الاتحاد السعودي لصدمة جديدة بإصابة هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام أجمك الأوزبكي. الاتحاد فاز ب3 أهداف دون رد على أجمك مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعات الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024. وفي هذا السياق شرح إخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني طبيعة إصابة النجم المغربي مطمئن الجماهير الاتحادية في نفس الوقت. وأشار الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إلى أن حمد الله عانى من ضغط شديد على مفصل الكتف بعد سقوط الكوع على الأرض بطريقة عمودية. وكشف إخصائي العلاج الطبيعي عن أن هذا الضغط قد يسبب خلع جزئي ضرر بسيط بأوتار الكتف أو كدمة وعن مدة غياب اللاعب. قال ثامر الشهراني: لا بد من انتظار نتائج الأشعة، لكن مثل هذا النوع من الإصابات على مستوى الكتف للاعب كرة القدم باستثناء الحارس تكون بسيطة ولا يغيب على إثرها لفترة طويلة. وشدد الشهراني على أن عبد الرزاق حمد الله سيعود إلى تدريبات نادي الاتحاد مباشرة بعد أن تخفي الأعراض أو يستخدم لاصق وداعم للكتف. جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد افتقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما في مباراته أمام أجمك بسبب إصابته والتي قيل إنها بسيطة. من جانبه أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد ذهاب للنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المستشفى. وقال سانتو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حمد الله في المستشفى الآن للاطمئنان على طبيعة إصابته ومعرفة مدة غيابه عن الملاعب. وعن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أكد المدير الفني البرتغالي على أن إصابته ليست خطيرة، حيث غاب عن لقاء أجمك كإجراء احترازي بعد معاناته في تدريبات الأمس. ورفض المدرب إعطاء مهلة زمنية لعودة النجم البرازيلي المصاب إيغور كورونادو إلى الملاعب، لافتا إلى أنه وجميع المصابين يتحسنون تدريجيا. وأخيرا اعترف نونو سانتو بأزمة الاتحاد الكبرى في الموسم الحالي وهي التراخيص للشوط الثاني، متعهدا بمعالجة هذه المشكلة في الأيام القادمة. وختم كلامه عن جماهير العميد بقوله: أشكر جمهور الاتحاد على دعمهم الدائم، وأقول لهم نراكم الخميس القادم في مواجهة الفتح.